وهنا هيظهر الساموراي. ساموراي أصلها من سابورو يعني يخدم، لكن الساموراي ما كانوش مجرد خدم، دول كانوا طبقة محاربة بالكامل عايشين طول حياتهم عشان يقاتلوا ويحموا سيدهم. والطفل اللي يتولد في عيلة ساموراي على الأحداث على طول، من أول يوم حياته السامورية بتترسم، من أول ما يبدأ يقول بابا وماما، أو بابا وماما إحنا في اليابان، من أول ما يبدأ يقول أوكاسان أو أوتوسان يبعتوه على الأحداث على طول عشان الواد ده لغته مش مظبوطة. يركبوه خيل ويعلموه رمي الرماح والقتال بالسيوف. ولما يجوا يحكي له قصة مفيش بقى قصة التنانين والأميرات وعلي بابا وال40 حرامي، أنا عايزك تنسى الكلام ده خالص. كانوا بيحكوا للأطفال قصص عن الأجداد اللي ماتوا بشرف في ساحات القتال. التربية الميري دي كانت بتخلي الطفل يتربى على 3 حاجات: أولا الطاعة المطلقة لسيده أو الدايمو بتاعه، ثانيا الاستعداد للموت في أي لحظة، ثالثا هو الفخر إن هو بينتمي لطبقة الساموراي. ومع مرور السنين الساموراي ما بقوش بس مجرد قنوع، دول بقوا رمز اجتماعي، بيلبسوا دروع من حديد وخشب وأقنعة تجيب تروما للعدو، وراية صغيرة على ظهره مكتوب عليها اسم القائد اللي هو تابع ليه. وسلاحهم الأهم هو الكاتانا، ده عبارة عن سيف طويل واخد شكل منحنى بيعتبر كأنه امتداد لروح الساموراي نفسه.